اكيد اتمناها الخساره اليوم عشان نفوز عليهم، لكن يعني في النهايه باهم يوصلون مثل ما ذكر خالد قبل العراق يوصل. يمكن الجمهور العماني اليوم، يعني انا ما اتكلم عن توقعات، لكن اقول الجمهور العماني لو خسر اليوم مباراته ما راح يزعل، ما راح يزعل بحكم العراق مستضيفه البطوله. انا لابس اخضر لكذي، انا بالنسبه لي دمي احمر لكن راسي اليوم لابس على الاخضر، يعني اللي بيفوز منهم انا معاهم الاثنين، ما عندي مانع والله يا سيف على فكره يعني حتى والله العظيم وانا اقولها لاول مره اقولها خالد، لاول مره اقولها انا اول مره لو خسر منتخب سيف يا اخوي سيف يا اخوي سيف لو سمحت، اللون الاخضر حتى في علمكم موجود ترى. زين أنا يعني لا تقول لي هذا اللون الاخضر حطيته اني انا مساند. لا اول شيء اللون اقول لك الخساره هي يبي لهم الخساره وقاعد مساند ويقول لي انت ما تبي لنا الخساره. قوم مش انا ان شاء الله هذا بالعكس، انا هذه دلاله ورساله رمزيه جميله. انا لبستها والله علشانهم، واول مره اقول يعني اللون الاحمر حق عمان احنا لابسينه. ايه ها انت تبغى نفوز زين شلون تقول لي تبي خسر؟ لا هذا انا اليوم تدري لو عندي لو في غتر خضر لبسته اليوم. لا خالد شوف اقول لك شيء، انا لاول مره اقولها بصريح العباره، لاول مره لو خسر منتخبنا بكون سعيد، يعني ما بكون زعلان، ما بكون زعلان لان العراق امام صاحب الارض والجمهور، وان شاء الله نحن بعدين نلحق وراهم، وان شاء الله نروح معاهم النهائي ونسوي مثل ما سوينا في بطوله سابقه بدون ما اقول ايش. بعد ليش ما تقول التاريخ ما بالعكس مع الامارات لا ومع قطر عشان بيزعل عيننا على لا ما صار حبيبي بالعكس عزيز وغالي. بشار كيف تتوقع المستوى الفني للبطوله؟ المستوى الفني للبطوله بشكل عام صعب التنبؤ، اكثر الفرق اللي مشاركه فرق